11 فريق يا مؤمن يبلع من النادي الاهلي 3 اهداف. النادي الاهلي في عهد مارسيل كولر فاز ب 11-3 على 11 فريق، يعني 33 هدف. ورغم الفوز على فاركو ب3 اهداف مقابل لا شيء، بس برضه الاداء ما يطمنش. بس مارسيل كولر بيرجع تاني لصداره جدول الدوري الممتاز، وفيوتشر بيرجع مكانه في المركز الثاني، والحمد لله الزمالك رجع في المربع الذهبي، وكمان الاسماعيلي بيبعد خطوه بخطوه عن الهبوط. اكلمك النهارده عزيزي الاهلاوي عن مباراة النادي الاهلي مع نادي فاركو، وهقول لك ترتيب جدول الدوري الممتاز، وهقول لك خبر عن كهربا ب1,180,000 دولار، وقد ايه الواد ده سالك وابن حلال وربنا مسهل له كل حاجة عشان هو اتظلم. وكمان هكلمك عن مدرب الزمالك الجديد وارقامه قبل ما يجي ويدرب القلعة البيضاء، واخر حاجة هكلمك عليها هو العرض اللي جاي لاحمد عبد القادر. كل ده واكتر عزيزي الاهلاوي هتعرفه في حلقة النهارده، فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقه جديده، ده برنامج نسر الاهلي وانا بنوب مفيد. اولا بنبارك لفريق كرة اليد بالنادي الاهلي بفوزه ببطولة كاس مصر على حساب نادي سبورتنج، والف سلامة لحارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد عبد الرحمن حميد بعد اصابته بالرباط الصليبي. الف سلامة عليك يا بطل، وان شاء الله ترجع احسن من الاول. ويلا بينا نخش على ماتش فاركو. غيابات النادي الاهلي قبل ماتش فاركو كانت كتيرة، ده غير ان مارسيل كولر مريح لعيبة كتيرة جدا من القوام الاساسي. عندك الغيابات احمد عبد المنعم للاصابه، واحمد عبد القادر للاصابه، ورامي ربيعه للاصابه، وبرونو سافيو وبيرسي تاو عندهم نزله برد. وزي ما قلت لك ده كله غير ان مارسيل كولر مريح لعيبه كتيره جدا من القوام الاساسي، ودي بصراحه حاجه خوفتني شويه. كنت خايف لا يكون مارسيل كولر بيستهتر بالمباراه. المباراه مش سهله خالص، لان كابتن طارق العشري من ساعه ما تولى قياده فريق فاركو وهو ما خسرش ولا مباراه. طارق العشري اللي بيفقع على اي مدير فني بيلعب قصاده، النهارده مارسيل كولر هو اللي بيفقع على طارق العشري. مارسيل كولر نزل بخطه 4-3-3، محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمود متولي وياسر ابراهيم قلب دفاع، ناحيه اليمين محمد هاني وناحيه الشمال علي معلول. 3 في نص الملعب القندوسي وحمدي فتحي واليو ديانج، قدامهم 3 ناحيه اليمين محمد كريستو وناحيه الشمال حسين الشحات، وراس حربه محمد شريف. طبعا هو مريح كهربا ومريح عمرو السوليه لانه خرج مصاب في ماتش بيراميدز، ومريح مروان عطيه. معرفش ليه هو ما بداش بخالد عبد الفتاح ويريح محمد هاني، وليه ما يبداش بايمن اشرف في قلب الدفاع ويريح محمود متولي لانه لسه راجع من اصابه. زي ما قلت لك لما شفت التشكيله قلقت شويه وبدات اخاف، ولما الماتش بدا ولقيت نادي فاركو ماسك كوره بدات اقلق اكتر. الماتش بدا ونادي فاركو ماسك كوره وعامل ضغط على النادي الاهلي. في الدقيقه 14 محمد كريستو بيتصاب وبيطلع وبينزل مكانه طاهر محمد طاهر. على فكره طاهر محمد طاهر نزل عشان مفيش غيره بس مش اكتر يعني. المهم ان في الدقيقه 19 فاول من ناحيه اليمين، واقف على تنفيذ الفاول علي معلول. علي معلول لعب الفاول وما كانتش باينه هي عرضيه ولا ملعوبه في الجون مباشره، بس مش دي قصته. علي معلول بيلعب الفاول بيطلع عليها شيكا حارس مرمى نادي فاركو، بعد ما بيمسك الكوره بتقع من ايده تاني عشان توصل لمحمود متولي، بيحطها بدماغه في الجون وبيسجل الهدف الاول وهدف التقدم للنادي الاهلي في الدقيقه 19. المهم ان علي معلول بالاسيست ده بيوصل للاسيست رقم 60 مع النادي الاهلي في بطوله الدوري المصري الممتاز. ويذكر ان كابتن شيكابالا وكابتن حازم امام طول تاريخهم مع نادي الزمالك ما عملوش غير 44 اسيست بس في الدوري الممتاز. الاثنين مع بعض عملوا 44 اسيست، مش كل واحد لوحده. يعني علي معلول لوحده في الفتره اللي لعبها في النادي الاهلي عمل اسيستات اكتر من 2 كباتن نادي الزمالك. المهم المشكله اللي عند النادي الاهلي ان خط الدفاع بتاعنا ساعات بينام وبيسرح سيكا. فؤاد لاعب خط نص نادي فاركو بيلعب الكوره ثرو باص لرزق حمرون، وهو بيلعب الثرو باص ياسر ابراهيم سرح للحظات كده يا ترى قلب سي العيد اللي جاي، ورزق حمرون وصل له الثرو باص وراح انفراد على محمد الشناوي اللي الحمد لله طلع صح وقدر يضيق الزاويه على رزق حمرون ويمسك منه الكوره. في مشكله كبيره عندك قوي في خط الدفاع وخط الهجوم. محمد شريف النهارده كان سيء جدا، وكالعاده هو كل ماتش بيكون سيء جدا. سيبك من انه جاب جون وخد رجل المباراه، الكلام ده ما ياكلش. حرفيا محمد شريف بيقدم اسوأ
اسوأ مستوياته مع النادي الاهلي الفتره دي. حركاته غلط ولمساته للكوره غلط، وحتى استلامه للكوره ما بقاش زي زمان. ماتش النهارده جات له كوره قدام الجون وقع وهو بيقلشها، يعني اصلا الكوره قلشت منه ووقع هو وبيقلشها. انت متخيل ان ده بقى مستوى راس الحربه اللي كان بيجيب اجوان من ارباع الفرص؟ الدقيقه 40 القندوسي بيسجل الهدف الثاني باسيست من محمد شريف. الفار قعد يفكر ويبص يمين ويبص شمال، واستدعى الحكم نادر قمر الدوله اللي بيحسب الهدف ده تسلل. اولا حسين الشحات كان متسلل، ما عنديش اي مشكله، فانت كده هتحسب الهدف ده تسلل في حالتين اتنين بس. اول حاله ان الكره وهي رايحه للمرمى لمست حسين الشحات، وبما ان حسين الشحات متسلل فالجون ده يتحسب تسلل. الحاله الثانيه ان حسين الشحات يكون حاجب الرؤيه عن حارس مرمى نادي فاركو، وده طبعا ما حصلش خالص. انا جاي اقول لك تفسيري الشخصي للتفكير اللي فكر فيه حكام الفار وحكم المباراه. حكام الفار والحكم نادر قمر الدوله لما بصوا للفار شافوا ان القندوسي شاط الكوره على يمين حارس مرمى نادي فاركو، وهم بيبصوا على الكوره شافوا الكوره راحت ناحيه اليمين وحارس مرمى نادي فاركو اترمى ناحيه الشمال. طبعا ده لان مدافع نادي فاركو كان حاجب الرؤيه عن حارس المرمى. بس حكامنا الكبار عملوا معادله كده بينهم وبين بعضهم، قال لك القندوسي لعب الكوره على يمين حارس المرمى وحارس المرمى اترمى ناحيه الشمال، فمعنى كده ان الكوره اكيد غيرت اتجاهها لما خبطت في حسين الشحات. طبعا حسين الشحات كان متسلل فاتحسبت الكوره تسلل. ده تفسيري الشخصي للموقف ده، وبنسبه 90% هو ده اللي الحكام فكروا فيه وقرروه. ولكن لو كانوا جابوا الكوره من الزاويه اللي ورا الجون كانوا هيلاقوا ان هي ما فيهاش اي حاجه من ريحه التسلل. حسين الشحات ما لمسش الكوره ولا حاجب زاويه الرؤيه عن حارس المرمى، وفي الاخر الهدف بيتلغي وبيتحسب تسلل. نيجي في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع في الشوط الاولاني، محمد شريف بيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. بصراحه محمد شريف بيسجل هدف مش مفهوم، حتى لو بصيت معاه كده هتلاقي ان هو بعد الكوره ما دخلت جون خد وقت كده لحد ما يجري يحتفل، ما كانش مصدق ان الكوره دخلت جون اصلا. بس الاحلى من الهدف ده هو الاسيست بتاع حسين الشحات. ايه الرؤيه دي وايه السرو ده يا عالمي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله انت بتعمل كده ازاي وانت اصلا بتلعب في مركز مش مركزك؟ بس هو ده حسين الشحات جوكر النادي الاهلي، في اي حته يلعب ويأدي وتلاقيه موجود. وبينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء على نادي فاركو، وبيبدا الشوط الثاني وكابتن طارق العشري بيعمل تغييرين بيقلبوا الماتش تماما لصالح نادي فاركو. بيطلع راس الحربة علي بهيج وبينزل مكانه احمد شريف، وبيطلع احمد فؤاد وبينزل مكانه عبد الناصر دي ماريا. المهم ان الاثنين دول غيروا مسار المباراه لصالح نادي فاركو. بقى في خطوره على مرمى الشناوي، بقى في انفرادات كتير، وبقى في هجمات خطيره جدا على مرمى النادي الاهلي. انفرادات كتير بتتشاط بره وبتقلش من لاعيبه فاركو، ده غير شويه الكور اللي الشناوي صدهم. يعني كان في حوالي 4 أو 5 اهداف مؤكدين بنسبه 100% لصالح نادي فاركو، ولكن لاعيبه فاركو ضيعوا الكور. طبعا اللي حصل ده ليه؟ عشان خط الدفاع بتاعنا نايم مننا، وعشان التغييرات اللي عملها كابتن طارق العاشر. الدقيقه 68 بيطلع القندوسي وبينزل عمرو السولية، بيطلع ياسر ابراهيم وبينزل مكانه مروان عطيه. ما تسالنيش مين اللي هيلعب قلب دفاع مكان ياسر ابراهيم عشان انا ما فهمتش التغيير ده ايه المقصود منه. وبكده يا سيدي الهجمات الخطيره بتزيد على النادي الاهلي، لان انت طلعت قلب دفاع ما نزلتش قلب دفاع مكانه، بس الحمد لله ربك بيسترها. في الدقيقه 83 بيطلع طاهر محمد طاهر وبينزل مكانه خالد عبد الفتاح. طبعا كده المفروض واحد من خالد عبد الفتاح او محمد هاني هيلعبوا قلب دفاع جنب محمود متولي. لا، مارسيل كولر ما عملش كده. كولر نزل خالد عبد الفتاح عشان يلعب باك يمين ويطلع محمد هاني يلعب جناح يمين. مش فاهم ايه القصه اللي هو بيعملها في التغييرات دي، ايه دماغه بيفكر في ايه، عايز يعمل ايه، محدش فاهم. المهم ان بيطلع كمان حسين الشحات وبينزل مكانه كهربا، وبيلعب كهربا راس حربه، وبينزل محمد شريف يلعب جناح شمال. المهم ان محمد هاني لما طلع ولعب جناح يمين قدر يخش جوه ال 18 وياخد ركله جزاء. طبعا واقف على تنفيذ ركله جزاء علي معلول اللي بيسجلها هدف على شمال شيكو حارس مرمى فاركو، رغم محاولات رامي صبري كابتن فريق نادي فاركو في تلقين حارس المرمى شيكو شويه معلومات عن القدم اليسرى لعلي معلول، ورغم ان حارس المرمى اترمى في الحته اللي شاطت فيها الكوره، ولكن برضو الكوره دخلت جول. الكلام ده كان في الدقيقه 93 وبتنتهي المباراه على كده بفوز النادي الاهلي ب3 أهداف مقابل لا شيء على نادي فاركو، وبيرفع النادي الاهلي رصيده للنقطه 50 في جدول الدوري الممتاز، وبتكون دي اول هزيمه لفاركو
فاركو تحت قياده كابتن طارق العشري. وما اكدبش عليك يا صديقي، اداء النادي الاهلي ما يطمنش خالص في القصه اللي احنا داخلين عليها. هتقول لي ازاي ده احنا كسبنا 3 وما بنلعبش بالاساسيين؟ هقول لك انا ماليش دعوه بالقصه دي، الاداء ما يطمنش. خد بالك انا ما بقولكش ان الاداء مش ممتع، انا مش عايز شماسي وكباري ومهارات والقصه دي كلها، لا انا عايز اداء يطمني. الاداء اللي فاز بيه الاهلي النهارده على فاركو ب3 اهداف بصراحه ما يطمني. المهم ان ترتيب جدول الدوري الممتاز لحد دلوقتي كالتالي: الاهلي في المركز الاول ب50 نقطه من 20 مباراه، فيوتشر في المركز الثاني ب48 نقطه من 23 مباراه، بيراميدز في المركز الثالث ب43 نقطة من 23 مباراة، الزمالك في المركز الرابع ب39 نقطة من 23 مباراة. ولما نبص على مراكز الهبوط في جدول الدوري الممتاز هنلاقي حرس الحدود في المركز ال18 ب16 نقطة من 23 مباراة، والبنك الأهلي في المركز ال17 ب17 نقطة من 23 مباراة، وطلايع الجيش اللي كانت بالنسبة لي مفاجأة كبيرة قوي في المركز ال16 ب17 نقطة من 21 مباراة. ده كان بالنسبة لماتش الأهلي وفاركو وجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. ونسيب الدوري الممتاز ونروح على نادي الزمالك والمدير الفني الجديد خوان كارلوس أوسيرو. عايز لبن العصفور هنجيب لبن العصفور. قلت له ازاي دي؟ يعني كل اللي هتتمناه. لا انا قلت لبن العصفور. ميلك الليتشه del bird del العصفور صوصو. اكيد. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. وده اعظم حفل تقديم لمدير فني داخل القلعه البيضاء، حفل تقديم متكلف يعني ومن نوع خاص. خوان كارلوس اوسيرو صاحب ال61 عام، كولومبي الجنسيه، رايق قوي البن الكولومبي برضه. بص بقى كده معايا على ارقام خوان كارلوس اوسيرو. الراجل ده في اخر 4 مواسم ليه لعب 105 مباراه، كسب 38 مباراه وخسر 38 مباراه وتعادل 29 مباراه. الراجل ده بيلعب على التكتلات الدفاعيه اللي بيها بيقدر يرهق هجوم الخصم. يعني في ال105 المباراة اللي لعبهم آخر 4 مواسم استقبلت شباكه 136 هدف، وكمان عنده تكتيكات حلوة في خط الهجوم. يعني في آخر 105 مباراة لعبهم سجل 146 هدف. طبعا بنتمنى له التوفيق مع نادي الزمالك، وإن شاء الله قريب يدخل قائمة ضحايا النادي الأهلي. ونسيب قصة نادي الزمالك والمدرب الجديد خوان كارلوس أوسيرو ونروح لكهربا والمحامي بتاعه. معلومة اتحداك ان في حد قالها لك. طلع صياح كده بقاله شهر من اعلام نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، وبداوا العد التنازلي لغرامة كهربا. والحقيقة ان اللعبة دي المفروض ان جماهير نادي الزمالك جماهير كبيرة وجماهير عاقلة وجماهير واعية وفهمت اللعبة دي. نادي الزمالك خرج من كل البطولات، ومن شهر بالظبط كان في المركز السابع في جدول الدوري الممتاز. طبعا وجماهير نادي الزمالك زايمة على الإدارة وزايمة على الإعلام الزملكاوي. طبعا الإدارة عايزة تهدي الدنيا عليها، والإعلام الزملكاوي بيحاول يساعد في ده. يطلعوا يتكلموا يقول لك الاهلي هيبطل كهربا كوره. على فكره كهربا هيبطل كوره، وصدقني مش هيدفعوا له الغرامه، وفاضل 9 ايام 8 ايام 7 ايام 6 ايام. كهربا فاضل له يومين ويدفع الغرامه. كهربا المفروض ما يشاركش قدام بيراميدز في ماتش الكاس، ولو بيراميدز قدمت شكوى هيفوزوا بالكاس طبعا، لان مشاركه كهربا غير قانونيه والمفروض ان هو موقوف. طبعا الجمهور فرحان بالكلام ده وزايط وعمال ينزل بوستات على الصفحات بتاعته، ونسيوا موضوع البطولات اللي هم خرجوا منها. والله غلابه قوي جمهور الزمالك ده وبيتسوح بكل سهوله. المهم ان فاضل يومين، لا فاضل يوم، كهربا هيدفع الغرامه بكره. وقف كهربا قال لهم مش دافع، اصل انا ما كنتش مشغل الستوب واتش، معلش عدوا 60 يوم تاني من اول وجديد. قالوا له ازاي يا عم، مش كان في اخطار بالسداد مديك مهله 60 يوم، والاخطار ده جه يوم 8 فبراير. احسب بقى 60 يوم من 8 فبراير، يعني المفروض اخر يوم يدفع فيه الغرامه يوم 6 او 7 ابريل. وهم والجماهير بتوعهم تعبين نفسهم وحارقين دمهم وعمالين يعدوا 4 2 3 1 والجو الحمضان. تيجي انت تقول لي مش هدفع وعد 60 يوم من تاني؟ وطبعا كهربا والمحامي بتاعه عارفين ان ال60 يوم هيبداوا لما نادي الزمالك يطلب حيثيات الحكم. وطبعا نادي الزمالك طلب حيثيات الحكم من كام يوم، وهنبدا نعد 60 يوم من اول وجديد. يخلص الحوار على كده؟ لا طبعا ما يخلص. كل التاخير ده في صالح كهربا، والخبر اللي جاي ده
هفهمك ازاي. والله الخبر اللي جاي ده خبر للتاريخ وخبر ب1,200,000 دولار لكهربا. طبعا كلنا عارفين ان غرامة كهربا هي مناصفة بين كهربا وبين نادي قفش البرتغالي، يعني كهربا عليه نص الغرامة والنص التاني على نادي قفش البرتغالي. وبما ان نادي قفش البرتغالي قفل واعلن افلاسه، فالفيفا قررت ان كهربا هيدفع الغرامة كاملة اللي هم كانوا 2 مليون دولار ودلوقتي بقوا حوالي 2,380,000 دولار. اسمع بقى الخبر اللي جاي ده هيعرفك قد ايه كهربا ده سالك وربنا بيحبه والناس دي ظلمته فعلا. كشفت تقارير صحفية على لسان نادي قفش البرتغالي ان يوم السبت 15 ابريل الساعة 8:30 مساء هيتم انعقاد جمعية عمومية استثنائية يناقشوا فيها الملفات اللي تخص النادي. وهدف الجمعية العمومية هو إعادة النشاط الرياضي من جديد ومشاركة الفريق في الدوري البرتغالي الدرجة الثانية من الموسم الجديد. وهيناقشوا كمان معوقات تسجيل اللاعبين الجدد في فريق كرة القدم، وهيناقشوا ان هم يرجعوا تاني للاندماج مع الشركة السابقة اللي هي مؤسسة سانت من اجل العودة من جديد، لان الانفصال عن الشركة اللي هي مؤسسة سانت ادت الى اغلاق النادي الموسم السابق. نادي قفش الغالي رجع او لسه هيرجع. لو محامي كهربا قدر يثبت ده الفيفا هتاخد نص الغرامة من نادي قفش ونص الغرامة من كهربا. واتحداك لو حد قال لك المعلومة دي قبلي. واخر خبر معانا النهارده بخصوص اللاعب احمد عبد القادر. احمد عبد القادر جاي له عرض من نادي سيسكا موسكو الروسي ب 800,000 يورو، والعرض جاله عن طريق وكلائه في شركة وكلاء اللاعبين سبوكس جلوبال سبورتس، ودي الشركة اللي ماضي معاها امام عاشور وماضي معاها كمان احمد فتوح. الاهلي ما عندوش اي مشكلة في العرض ومش ممانع خالص في احتراف احمد عبد القادر، وانا كمان والله ما عنديش اي مشكلة ومش ممانع في احتراف احمد عبد القادر. بس المشكلة ان عبد القادر لو مشي هيسيب لنا طاهر محمد طاهر فسخا من سيدي اللاسيت، فكده انت بتزود العبء على النادي الاهلي. بدل ما انت عايز لاعب باك شمال وعايز راس حربة، انت كده هتكون عايز جناح شمال كمان. المهم ان مباراة الاهلي اللي جاية هتكون مع سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز، هتكون يوم الاثنين 17 ابريل الساعة 9:15. وبيني وبينك الفترة اللي جاية ما ينفعش تفرط في ولا ربع نقطة. طبعا انا عارف ان النادي الاهلي في قمة جدول الدوري الممتاز، وعارف كمان ان الاهلي لسه ليه مؤجلات، وفي ظل المؤجلات دي احنا لسه المركز الاول في بطولة الدوري، بس انت لسه داخل على دوري ابطال افريقيا والادوار الاقصائيه، ولا قدر الله لو حصل عندك اصابات في اللاعبين الاساسيين هتلعب في الدوري باللاعيبه الاحتياطي وممكن تخسر نقط. فانا ما عنديش اي مشكله تخسر نقط، بس تكسب النقط اللي في ايدك دلوقتي، عشان لما تخسر نقط وانت عندك ضغط ماتشات تبقى عندك نقط زياده تتسند عليها. دي القصه اللي بتحصل معانا كل موسم، واللي سببها خسرنا الدوري لموسمين ورا بعض. ودي كانت كل الاخبار والمعلومات اللي معانا في حلقه النهارده عزيزي الاهلاوي. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع بنو مفيد.